وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله رب العالمين، جعل من أمة الأميين وأرسل إلينا خاتم المرسلين وأنزل عليه كتابه الكريم بلسان عربي مبين. نحمده على ما هدانا واجتبانا، ونشكره على ما أولانا وأعطانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ابتلى عباده بالرسل وابتلى الرسل بعباده، فمنهم من آمن ومنهم من حقت عليه الضلالة، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، علمه ربه عز وجل فأحسن تعليمه، وأدبه فأحسن تأديبه، آتاه جوامع الكلم وأعطاه معاقد البيان، وبعثه ليتمم مكارم الأخلاق. صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. تحية طيبة مباركة لكم مشاهدي الأعزاء، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. عنوان هذه الحلقة هو مكانة الأدب العربي في عهد الزنكي والأيوبي. ولقد ذكرنا في الحلقة الماضية عن مكانة اللغة العربية في عصر الزنكيين والأيوبيين، واليوم نتناول في هذه الحلقة الأدب العربي في هذين العصرين. والعصر الزنكي والعصر الأيوبي متقارب لقروب الزمان، ويعتبر عهدا أو عصرا واحدا. يمكن القول بأن الشعر العربي في العصر الزنكي أو الأيوبي اتسم بالتجدد والحيوية وتعدد الأغراض، ربما لما شهدته تلك الفترة من تاريخ مصر من تغيرات سياسية وثقافية واجتماعية كبرى نتجت عن إسقاط للدولة الفاطمية على يد الناصر صلاح الدين الأيوبي، وكذلك ما قام به حكام بني أيوب من جهود حثيثة لإعادة المصريين إلى مذهب أهل السنة والجماعة. كما تعالت دعوات لتوحيد بلاد المسلمين أمام الصليبيين وهجماتهم، فظهرت القصائد التي تعبر عن هذه الدعوات وتحتفي بترك التشيع، كما مال الشعراء للاتصال بالوزراء ورؤساء الدواوين، واتصلوا أيضا بالشعب بعد أن كان الشعر قاصرا على مدح الملوك وتمجيد أفعالهم، فكان شعرهم معبرا عن تفاصيل تلك الفترة، بحيث يمكن اعتباره أحد الوثائق التاريخية الهامة التي يعتد بها في دراسة الأحداث آنذاك. القضايا أو قضايا الشعر في العصر الزنكي والأيوبي. حفل العصر الزنكي والأيوبي بالأحداث الجسام التي أصابت أقطار العالم الإسلامي بالتفكك السياسي والعسكري من جراء الغزوين الصليبي والمقولي أي التتري لمشرق العالم الإسلامي، وقد كان للأدب دور كبير في تصوير تلك الأحداث واستنهاض همم المسلمين وحثهم على الجهاد وتحرير أراضي المسلمين. من أول قضايا الشعر العربي في هذين العصرين شعر الجهاد. تتلخص الخصائص الفنية لشعر الجهاد في العصر الزنكي والأيوبي بأنه يتصف بالواقعية
أي الشاعر يقول شعره بالواقع الذي عاش فيه الناس في ذلك الوقت من غزو الصليبيين والتتار، من خلال وصف أحداث المعارك وصفا مباشرا، مثل وصف شرف الدين الأنصاري معركة عين جالوت، ويكثر من استخدام الفنون البديعية كالجناس والطباق، ويتميز بحرارة العاطفة وتدفق المشاعر، ولا سيما عند الحديث عن سقوط المدن وتسوير المآسي والفرح بالانتصارات. دور العلماء في حركة الجهاد في العهد العصري في عصر الأيوبي والزنكي، كانت مشاركة العلماء بارزة في هذه الحركة الجهادية، كما برز دورهم في إثارة الناس للجهاد، بل شارك بعضهم بالفعل في أعمال الغزو والجهاد. أي العلماء كان لهم دور كبير في تصدي العدوان على المسلمين في تلك الفترة، فعلماء مثل القاضي كمال الدين في زمن عماد الدين الزنكي وابنه نور الدين الزنكي، وكذلك القاضي الفاضل والقاضي بهاء الدين بن شداد والفقيه عيسى البكاري والعماد الأصفهاني في زمن صلاح الدين، كانوا يحتلون المكانة العالية عند أمرائهم هؤلاء العلماء، ويكلفون بالأعمال السياسية ومهمات التفاوض والمراسلات مع الخلافة أو الحكام الآخرين، فضلا عن المشاركة الفعلية في إدارة البلاد وأعمال الجهاد. لقد كان المؤرخ ابن العظيمي من أوائل الذين قاموا بالتحريض على الجهاد، فأثار حماسة الملك نجم الدين الغازي ابن الأمير أرطق ابن أكسب التركماني لخوض معركة ضد الصليبيين عند البلاط قرب مدينة حلب السورية الآن، عرفت باسم ساحة الدم، وذلك سنة 513 هجرية الموافق لعام 1119. يقول ابن العظيمي قبيل المعركة: ألا أبلغ طغاة الشرك أنك آخذ بثاراتنا منهم عليها فزائد. ومما مدح الأمير أي الغازي به بسبب الوقعة التي كانت مع الفرنجة في منتصف ربيع الأول عند مدينة عفرين، قال هذا الشاعر: قل ما تشاء فقولك المقبول، وعليك بعد الخالق التعويل، واستبشر القرآن حين نصرته، وبكى لفقد رجاله الإنجيل. نعم، هذا كان الشعر الجهاد، وهذا هو الشاعر العالم ابن العظيمي. شعر مدح القائد الملك الصالح عماد الدين الزنكي، أي مدح من فنون الشعر العربي. وكانت نقطة التحول في انتصارات عماد الدين الزنكي هي فتح مدينة الرها، وفي عام 539 هجرية الموافق لعام 1144. والرها مدينة قديمة مشهورة التي فتحها الصحابي الجليل عياض ابن غنم الفهري القرشي رضي الله عنه في عام 17 هجرية، وكان فتحها صلحا، ودخل أهل سائر الجزيرة فيما دخل فيه أهل الرها من الصلح. ولا ريب في أن فتح الرها استثار كثيرا من الشعراء، في مقدمتهم الشاعر ابن القيسراني وابن منير الطرابلسي. فمن قصائد ابن القيسراني في هذه الحادثة يقول: هو السيف لا يقنيك إلا جلاده، وهل طوق الأملاك إلا نجاده، فيا ظفرا عم البلاد صلاحه، بمن كان قد عم البلاد فساده، غداة كأن إلهام في كل قونس، كمائم نبت في السيوف حصائد، فما مطلق إلا وشد وثاقه،
ولا موثق إلا وحل سفاده، ولا منبر إلا ترنح عوده، ولا مصحف إلا أنار مداده. إلى أين يا أسر الضلالة بعدها؟ لقد ذل غاويكم وعز رشاده، رويدكم لا مانع من مظفر يعاند أسباب القضاء عناده. فقل لملوك الكفر تسلم بعدها ممالكها، إن البلاد بلاده. هكذا كانوا ينشدون الشعر في المعارك وفي الغزوات. ولابن منير الطرابلسي الشامي يقول كذلك في هذه الموقعة قصائد كثيرة، منها قوله يمدح عماد الدين الزنكي: صفات مجدك لفظ جل معناه، فلست رد الذي أعطاكه الله، يا صارما بيمين الله قائمه، وفي أعالي أعادي الله حداه، أسبحت دون ملوك الأرض منفردا، بلا شبيه إذا الأملاك أشباه، فذاك من حاولت مسعاك همته، جهلا وقصر من عن مسعاك مسعاه، قل للأعادي ألا موتوا به كمدا، فالله خيبكم والله أعطاه، ملك تنام عن الفحشاء همته، تقى وتسهر للمعروف عيناه. وقد مدح ابن منير الطرابلسي الملك الصالح نور الدين ابن عماد الدين الزنكي على كرمه وجوده، فقد قال: يا أيها الملك المنادي جوده، في سائر الآفاق هل من معسر، ولأنت أكرم من أناس نوه باسم ابن أوس واستخصوا البحتر، ذلت لدولتك الرقاب ولا تزل إن تغزو تغنم أو تقاتل تظفر. ومدحه كذلك الشاعر أسامة ابن منقذ، ومدحه الشاعر أسامة ابن منقذ بقوله: في كل عام للبرية ليلة، فيها تشب النار بالإيقاد، لكن لنور الدين من دون الورى ناران نار قرى ونار جهاد، أبدا يصرف نداه وبأسه، فالعام أجمع ليلة الميلاد، ملك له في كل جيد منة، أبهى من الأطواق في الأجياد. إلى أن نلتقي بكم فاصل قصير إن شاء الله. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. نواصل ما انقطع من الحديث عن الأدب العربي في العصر الأيوبي أو عصر الزنكي والأيوبي، وتكملة لما قاله الشاعر أسامة بن منقذ: أعلى ملوك يدا وأمنعهم حما، وأمدهم كفا ببذل تلادي، يعطي الجزيل من النوال تبرعا، من غير مسألة ولا ميعاد. وأما شعر مدح القائد الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، فإلى العبقري العظيم الفاتح المنصور الميمون صلاح الدين الأيوبي، الذي جمع إلى النصر سماحة، وإلى البطولة النبلة، وإلى الثراء الزهدة، وإلى القدرة العفو، وإلى المضاء السخاء، وجاد وساد وقاد، وصان العهود وأنجز الوعود، فصار نموذجا رائعا للفروسية المسلمة في أعلى صورها، وانتزع ثناء الأعداء قبل الأصدقاء، والنصارى قبل المسلمين، وبات رمزا من أشهر رموز الفضائل المتفوقة الباهرة.
وهذا ابن سناء الملك يقول في إحدى قصائده يهنئه بفتح حلب، يقول الشاعر ابن سناء الملك: بدولة الترك عزت ملة العرب، وبابن أيوب زلت شيعة الصلب، وفي زمان ابن أيوب غدت حلب من أرض مصر، وعادت مصر من حلب، ولأبن أيوب دانت كل مملكة بالصفح والصلح وبالحرب والحرب، مظفر النصر منعوت بهمته، إلى العزائم مدلول على الغلب، والدهر بالقدر المحتوم يخدمه، والأرض بالخلق والأفلاك بالشهب، ويجتلي الخلق من راياته أبدا، مبيضة نصر من مصفرة العذب. هكذا يمدح هذا الشاعر القائد الصالح ناصر صلاح الدين. أما الشاعر ابن نحاس المصري فهو يمدح صلاح الدين بصورة أخرى، حيث يقول: يا مالك المصر والشامين واليمن، ويا معيد حياة الفرد والسنن، ويا ناصر الحق إذ عزت خواذله، ومنقذ الدين والدنيا من الفتن، يا يوسف الحسن والإحسان لا برحت نجوم سعدك والتوفيق في قرن، جاد الملوك بمال بعد منهم، وجدت بالمال والأرزاق والمنن، لقد بعثت لإصلاح الوجود فما أصبحت إلا محل الروح في البدن، وما يداجيك إلا كافر أشر، وينثني عنك إلا عابد الوثن. نعم، تعد معركة حطين التي قادها صلاح الدين وفتح بيت المقدس معركة حاسمة في تاريخ الحرب الإسلامية الصليبية، حيث قال أبو علي الحسن ابن علي الجويني في فتح بيت المقدس في فلسطين على يد البطل الناصر صلاح الدين الأيوبي. يقول الشاعر: جند السماء لهذا الملك أعوان، من شك فيهم فهذا الفتح برهان، متى رأى الناس ما تحكيه من زمن، وقد مضت قبل أزمان وأزمان، هذه الفتوح فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان، 90 عاما بلاد الله تصرخ، والإسلام أنصاره صم وعميان، فالآن لبى صلاح الدين دعوتهم بأمر من هو للمعوان معوان، للناصر ادخرت هذه الفتوح، وما سمت لها همم الأملاك مذ كانوا، حباه ذو العرش بالنصر العزيز، فقال الناس داود هذا أم سليمان، في نصف شهر غدا للشرك مصطلما، فطهرت منه أقطار وبلدان، لو أن ذا الفتح في عهد النبي لقد تنزلت فيه آيات وقرآن. هذا الشعر الجميل، شعر العرب الجميل، قيل في زمن صلاح الدين الأيوبي أو الدولة الأيوبية، وهذا يدل على أن اللغة العربية في ذلك الوقت كانت لها مكانة عالية ومتينة في ذاك المجتمع. وأما الشعر في تاريخ الحروب الصليبية، هنالك وردت مفردات إسلامية في الشعر للهجاء على الحروب الصليبية التي كانت في ذاك الوقت. لا يبدو أن الشعراء الذين أرخوا للحروب الصليبية من خلال القصائد كانوا واعين لدور أدوات البلاغة في رسم صورة العدو والتفريق بينها وبين صورة البطل القائد، فاستعمال المجاز والاستعارة والكناية والتشبيه وغيرها لا ينم عن ابتكار أو خلق شعر أصيل، إذ إن العودة إلى بعض القصائد في تلك الفترة تبين بشكل
واضح أن استراتيجية إيراد أسماء العدو لم تكن تختلف اختلافا بينا عن استراتيجية إيراد أسماء، حيث يرد ذكر الصليبيين في القصائد، كانوا يطلقون الكفر والصليب وكذا يعني، والإفرنج وبني الأصفر وهكذا، كانوا يطلقون هذه المصطلحات الإسلامية ويأتونها في أشعارهم، حيث يرد ذكر الصليبيين في القصائد من خلال الأسماء الآتية: الإفرنج أو الفرنجة، بني الأصفر أو آل الأصفر، فضلا عن الاسم الصريح العدو أو الأعادي، كما في قول الشاعر بالفضل عبد المنعم الجلياني الغساني الأندلسي، يقول: الله أكبر الله أكبر، أرض القدس قد سفرت، من آل الأصفر إذ حين به حانوا، أصباط يوسف من مصر أتوا ولهم من غير تيه بها سلوى وأمنان، لهم فلسطين أن يخرجوا منفرجا عنها وإلا عدت بيض وخرسان، لابن أيوب في الأفرنج ملحمة دلت عليها أساطير وحسبان، حتى بنت ترتاج القدس منفرجا ويسعد الصخر الغراء عثمان، واستقبل الناصر المحراب يعبد من قد تم من وعده فتح وإمكان، وجاز بعد بنيه البحر تجفل من غاراته الروم والسغلاب واللان، حتى يوحد أهل الشرك قاطبة ويرهب القول بالثالوث رهبان، ومن أحق بملك الأرض من ملك كأنه ملك في الخلق حنان. هكذا هذه القصيدة قيلت في فتح مكة، في فتح بيت المقدس للقائد الصالح صلاح الدين الأيوبي، ذكر فيها السقالب هم القبائل من الأوروبيين، واللان كذلك، وهكذا يذكر أهل الشرك ويذكر فيها بالثالوث والرهبان، وهكذا هذه المصطلحات وردت في معاني تلك الأشعار في عهد الأيوبي. والآن نأتي إلى بعض الغزل أو النسيب، وهو فنون من فنون الشعر العربي في ذاك الوقت، ولم يهتموا بذلك لأنه هنالك كانت قضية كبرى، وهي قضية الغزو الصليبي والتتري في ذلك الوقت. لذلك من أهم فنون الشعر في ذاك الوقت كان شعر الجهاد والحماس. ودرج الشعراء في معظم الأحيان على استهلال قصائدهم بالنسيب، وعلى هذه السنة جرى ابن القيسراني في مطالع بعض القصائد، وله في هذه المجال كلام يطول. وقد وصف العماد الكاتب في وصف إحدى قصائده، يعني قصيدة لابن القيسراني، يقول فيها هذا الكاتب العماد يصف هذه القطعة: قطعة مجنسة في لطافة الهواء، مالكة رق الهواء، خلصت من كلفة التكلف، وصفى مشربها عن غذا التعسف، فالأشعار المتكلفة المصنوعة قلما ينفق فيها الأبيات المطبوعة، إلا أن يخص الله من يشاء بالخاطر العاطر والفكر الحاضر والقريحة الصافية والآداب الوافرة الوافية، وربما يندر للناظر مقطعات يرزق بها القبول، كهذه القطعة التي تسلب العقول. ومما قاله ابن القيسراني في هذا الباب، وهو باب الغزل أو الشعر، يقول: سقى الله بالزوراء من جانب الغرب، مها وردت عين الحياة من القلب، عفائف إلا من معاقرة الهوى، ضعائف إلا في مقالبة الصب، عقائل تخشاها عقيل ابن عامر، كواعب لا تعطي الزمام على كعب، إذا جاذبتهن البوادي مزية،
من الحسن شبهن البراقع بالنقب. تظلمت من أجفانهن إلى النوى سفاها، وهل يعدي البعاد على القرب. ولما دنا التوديع قلت لصاحبي حنانيك سر بي عن ملاحظة السرب. هكذا هذا نموذج من نماذج فن الغزل في الشعر العربي في عهد الأيوبي والزنكي. ومن الفنون التي قيلت كذلك وهي المدح النبوي. كثر المدح النبوي في ذلك الوقت لوجود الفئة المتصوفة، وكانوا يقولون الشعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الخصائص الفنية للمدح النبوي في العصر الأيوبي تبرز فيه العاطفة وتدفق المشاعر تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الحديث عن معجزاته وطلب شفاعته، ويتميز بوحدة الموضوع وطول القصيدة. يعني تجد القصيدة طويلة جدا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وتأثرت مضامينه بالقرآن، ومن ذلك الحديث عن حادثة الإسراء والمعراج، ويشيع فيه فن المعارضات. هذه الفنون اللي كانت موجودة في ذاك الوقت، فن الشعر الجهاد وشعر المدح الأمراء ووصف شعر وصف المعارك. إذن كما ذكرنا كانت هنالك فنون شعرية في الشعر العربي في العهد الأيوبي، ومنها كما ذكرنا شعر الجهاد، وكان يصفون فيه المواقع والحروب التي كان يخوضها القادة في ذاك الوقت، وكذلك المدح النبوي. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي